عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جارتنا هتتجوز، ربنا يكمل لها على خير يا رب. بس بقى ايه، مش عارفة تروح لتيتا عشان هي مش فاضية، فأنا هروح لها وأقول لها هي عايزة منك النصيحة. السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام ورضا. قولي لي بقى يا تيتا، جارتنا اللي هتتجوز عاوزة منك نصيحة. طيب يا حبيبتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا عايزاها أول حاجة تتوكل على الله، وإن شاء الله ربنا يجعلها زوجة صالحة ويكون هو زوج صالح إن شاء الله. لأن يا حبيبتي أي اتنين بيتجوزوا لازم هما الاتنين يكونوا حاجة حلوة علشان كل حاجة تمشي تمام. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إن الراجل يكون باقي على البيت والست لأ، أو الست باقية على البيت والراجل لأ. دي أول حاجة لازم تعرفها هي. تاني حاجة أنا عايزة أكلمها بس عن حاجة شخصية ليها هي، إن هدومها الداخلية ياريت تكون قطن، وتخلي بالها من نفسها وتنشف نفسها دايما بعد كل حمام علشان ما يحصل لهاش التهابات، لأن لسه في حياة جديدة. وما تهتمش بأكل الحاجات الحادقة، لأن الحاجات دي هتعمل لها التهابات وترجع تشتكي من حرقان وتعب، ويبقى فترة مش كويسة أو ليها ذكرى مش كويسة إن هي كانت تعبانة في أول الجواز. ماشي، أنا كده بالمختصر المفيد بقول لها تلبس حاجات قطن، تنشف نفسها، ما تاكلش حوادق، بس خلاص هتبقى ان شاء الله كويسة ومفيش اي حاجة. تاني حاجة حرصوا هما الاتنين على ان قبل ما يحصل اي حاجة ان هما الاتنين يكونوا متشطفين وكويسين ونضاف وحلوين، ده مدى الحياة، عشان برضو محدش يجيله التهابات من واحد عرقان. دي حاجة. الحاجة التانية ان الزوجة تخلي بالها من بيتها كويس قوي. يعني لو الزوج جاي متضايق وتعبان او في حاجة مضايقاه، مش لازم الزوجة تقول له مالك ساعتها او تعرف ساعتها، تديله فرصة يرتاح وتديله فرصة ياكل ويهدى وينام علشان تعرف هو ايه اللي مضايقه. ولو مش عاوز يحكي خلاص، مش لازم مشاكل الشغل تتنقل للبيت خلاص. وما يبقاش بقى ايه بنظام الزن والضيق على الراجل، لان الراجل ممكن يزهق، ما يحبش الست الزنانة. هو عاوز يقول هيحكي، هتلاقيه بيحكي لوحده. مش عاوز يقول خلاص. تاني حاجة ان صوتها ما يعلاش عليه. تالت حاجة ان اكلته تكون جاهزة وهدومه دايما جاهزة، علشان لما يعوز حاجة يلاقيها، يوم يحس ان ليه سند في البيت، ان زوجته دي هي السند ليه، زي ما هو سند ليها هي كمان سند ليه. هي سند في البيت وهو سند بره البيت. يبقى ان شاء الله تبقى حياتهم حياة سعيدة وكويسة. لو لقيته في مرة متنرفز ولا متضايق ولا على صوته عشان حاجة هي عملتها غلط، مثلا ما عملتش الاكل بدري، او في قميص هو كان عايزه ولقاه مش نظيف، او اي حاجة، اذا ده غلط منها. فبدل بقى ما كده ما تردش عليه، خليه يقول اللي يقوله وهي ساكتة خالص. عشان كده احنا بنكسر حلقة الخناق. لكن لو هي كلمة وهو كلمة، يبقى حلقة الخناق هتفضل متصلة ومش هنخلص. وفي نفس الوقت كمان لما يحصل ما بينهم اي مشكلة، انا ما احبش ابدا الست تقول انا رايحة عند ماما، انا رايحة عند بابا. الكلام ده مش صح. ده بيتك، يبقى لازم تقعدي فيه ولازم تعرفي كل حاجة فيه. يعني ايه؟ يعني ما تبقيش غريبة عن بيتك. كل حاجة انت عايزة الدنيا تمشي زي ما انت عايزة. لو مشيت خلاف ما انت عايزة، يبقى انا رايحة عند ماما او رايحة عند بابا. دي اوحش حاجة في الدنيا، لان ده بيتك، ولازم تحسسي جوزك ان ده بيتك وتحسسيه ان ده بيته وخلاص. لا هو يزعل يروح عند مامته ولا يخرج بره ولا لا، لازم نحل مشاكلنا جوه بيتنا. واللي زعلان يقوم يتوضى ويصلي. كل ما هنقرب من ربنا اكتر، كل ما هتكون حياتنا اسعد واقرب اكتر. كل ما يكون في حاجة مضايقانا نتجه الى الله، نستغفر الله فيرزقنا بالذرية الصالحة، ودايما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل عمل بنقوم به عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا. وبالشكل ده يا حبيبتي لو سمعت كل الكلام ده ان شاء الله هتبقى زوجة صالحة، وهو ان شاء الله يكون زوج صالح. وياريت هو كمان يسمع الفويس ده، يبارك لهم، وان شاء الله نروح فرح.